السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو الفيديو ده ظهر قدامك فاعرف انك مش لوحدك، وفي نداء داخلي جاي يقولك اصحى، في حاجة جواك محتاجة تطلع للنور. يمكن بقالك فترة تايه وحاسس انك ماشي بس مش فاهم الطريق، مفيش طعم للحياة، او بتحس انك واقف قدام باب مش راضي يتفتح. بس الحقيقة الباب ده عشان يتفتح محتاج منك سؤال يكون خارج من جواك بصدق علشان تقدر تسمع الرد. العقل مش مجرد آلة بتفكر، العقل بوابة لما بتفتحها بأسئلة حقيقية الحياة كلها بتبدأ ترد عليك. الأسئلة ديت مش عشان جدال، الأسئلة ديت عشان ترجع لنفسك ولجوهرك الحقيقي، بعيد عن كل الإجابات اللي جاوبتها طول السنين اللي فاتت. ولما تبدأ تسأل الكون كله بيبدأ يتحرك علشان يريحك ويفتح لك الأبواب اللي كانت مقفولة. تخيل إنك في لحظة هدوء قلبك مليان أسئلة كتير، لكن في سؤال منهم واضح اتأملته: هو أنا ماشي في طريقي ولا تايه؟ بعدها بلحظات ممكن تلاقي فيديو طالع لك فجأة بيتكلم عن الضياع أو عن الرسالة أو عن إزاي تمشي في طريق مستقيم. ساعتها بتحس إن الكلام ده ليك، وإنك مشيت لسنين وإنت مستني اللحظة دي. أو تفتح كتاب وتقع عينك على جملة كأنها مكتوبة ليك مخصوص، أو تسمع حد بيتكلم قدامك والجملة اللي قالها كانت هي الإجابة على سؤال سألته لنفسك. مفيش صدفة في الكون، دي مش صدفة، دي استجابة لسؤال طلع من قلبك بصدق. الكون مش بيبعت لأي حد، الكون بيبعت للي بيسأل بصدق. دلوقتي بعد ما قلبك بدأ يهدى وبدأت تحس انك مش لوحدك، جه الوقت اللي ترجع فيه وتسأل نفسك، مش علشان تتعبها ولا علشان تفتش في وجعك، لكن علشان تفك العقدة اللي بينك وبين نفسك. كل سؤال من الأسئلة اللي جاية هو مفتاح صغير، لو فتحت بهدوء هتدخل على باب جواك كان مقفول من سنين، وهتكتشف نفسك وهتعرف نفسك الحقيقية. خد وقتك كويس واسمع السؤال واسمح لقلبك يجاوب مش عقلك بس. كل إجابة صادقة هي خطوة في طريق الرجوع لنورك. تأكد من الكلام ده. خد نفس عميق واقعد في مكان هادي، جاوب بصوت حقيقتك، الصوت اللي جواك اللي بيحبك وما بيكدبش عليك. اسأل نفسك: 1. ايه اكتر حاجة بخاف اعترف بيها لنفسي؟ دي بداية التحرر. 2. انا فعلا مين؟ بعيد عن الادوار اللي انت بتلعبها كأب وكزوج وكموظف، انت الحقيقي. 3. ايه اللي بيحركني؟ الخوف ولا الحب؟ راقب افعالك، لان افعالك هي اللي هتجاوب على السؤال ده وهتعرف انت تابع لمين. 4. امتى حسيت اني عايش بجد اخر مرة؟ افتكر اللحظة اللي الزمن وقف فيها وكنت فعلا انت. 5. انا عايش علشان ايه؟ مش شغلك ولا دورك، اسأل لنفسك. 6. ايه الحمل اللي شايله من سنين ومش لاقيله لزوم؟ في حاجات مش هتكمل معاك، فلازم تعرفها، او لازم تحط السؤال علشان تبدأ تعرف ايه اللي مش هيكمل معاك. 7. ليه بخاف افرح؟ ومين اللي زرع فيك ان الفرح عقوبته حزن؟ 8. هل فعلا انا سمحت لروحي ترتاح؟ هل بتديها لحظات سكون ولا دفنتها في الزحمة؟ 9. هل باخد مساحة كفاية من الصمت؟ لأن الصمت هو اللغة الوحيدة اللي بتقدر تتواصل فيها مع ربنا. 10. أنا باكل إيه وبسقي قلبي إيه؟ اللي بتغذي بيه جسمك هو ده اللي بيبني أو بيهد روحك. 11.
هل أنا بحب نفسي؟ يعني لما بتغلط بتحضن نفسك ولا بتجلدها؟ 12. هل في جزء جوايا بشمئز منه ومحتاج احتويه؟ هنا معنى القبول، وهو أول طريق الشفاء. 13. امتى آخر مرة سامحت حد بصدق؟ مش علشانه هو، علشان ترتاح. 15. لو قابلت نفسي كطفل هقوله ايه؟ يمكن تكون فخور بيه، بس لازم تبص في عينه وتطمنه. 16. ليه أنا هنا دلوقتي؟ أكيد مش صدفة، لأن كل حاجة بتمر بيها هي بترتبك. 17. ايه الحاجة اللي بحب أعملها حتى لو محدش دفع لي؟ وهنا هتلاقي رسالتك الحقيقية. 18. لو فاضل لي سنة واحدة في حياتي هعيشها ازاي؟ مش علشان الموت، علشان الحياة تستحق انك تعيشها. 19. ايه الحلم اللي خبيته عن الكل ومستني اعيشه؟ ومين اللي قالك ما تستحقوش؟ 20. هل مستعد اصدق ان في باب هيتفتح لو امنت ان المفتاح جوايا؟ المفتاح هو ايمانك ونيتك وصدقك مع نفسك. دلوقتي غمض عينك لحظة واسمع صوت انفاسك وارجع افتكر ايه السؤال اللي كنت مستني تسمعه وعشان كده دخلت تشوف الفيديو. لان كل سؤال جواك فيه مفتاح، وكل مفتاح فيه باب، وكل باب جواه نسخة منك لسه نايمة مستنياك تصحى وتقول لها أنا راجعلك وهعيش الحياة من جديد. الأسئلة دي مش اختبار، دي خريطة لو مشيت وراها هتوصل للي انت كنت فاكر انه حلم. البداية دايما بتيجي من سؤال. اسأل حتى لو ما تعرفش الإجابة، اسأل لأن الكل كله هيبدأ يرد عليك. وفي النهاية شكرا ليك لو وصلت هنا، وشكرا لقلبك اللي اختار يسمع ويتأمل ويدور على الحقيقة. خليك قريب لأن الرحلة لسه في أولها.